وبركاته. أول تعليق لمحمد الترك بعد ما تم الحكم عليه بالسجن ل3 أشهر في القضية ديالو مع دنيا باطمة، اللي عارفين لأن دنيا باطمة كانت قدمت بلاغ ضد الزوج ديالها محمد الترك من بعد مجموعة من الاتهامات وأدلة. فالبارح كان خرج الحكم، لكن الأخير ما رضاش، بقى فيه الحال بزاف وقال لها مازال هذه الله الجولة الأولى، يعني مازال جولات آخرين. في آخر تطورات اللي كانت متعلقة بهذه القضية ديال دنيا باطمة ومحمد الترك، حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش على محمد الترك بالسجن ل3 شهور حكما نافذة وغرامة مالية كتقدر الثمن ديالها 3000 درهم. وعلى حسب ايضا بعض المواقع اللي كانوا حاضرين في هذه المحكمه هذه، بان المحكمه المتهمه وصال حتى هي 3 شهور حبسا نافذه وغرامه ماليه كتقدر حتى هي 3000 درهم. والمشكل في هذا الشيء كامل هو ان محمد الترك تحكم هو خارج المغرب، ولكن كيواعد دنيا باطمة على انه غادي يرجع، ولكن ماشي لشي حاجه اخرى، ان بابا باينه حيت توحشها، حيت شفتوا الرد ديالها من بعد ما خرج كيقول في احد اللايفات اللي حنا اكيد تعودنا على هاد اللايفات، تيقول باللي غادي يفرق الحوايج ديالها وكيطلب شي جمعيه خيريه لانه يعطيهم. يعني راه شي حاجه اللي بالنسبه ليها هي شي حاجه اللي عندها راه غاليه تما، راه ماشي حوايج دنيا راه ما ساهلينش ابدا. ف درهم عبد المغيث ب3 شهور، اللي اكيد عرفتوا هذا عبد المغيث اللي هو اللي كان كيصور هاد المشاهد اللي تثبتت الادانه ديال محمد الترك، تحكم حتى هو ب3 شهور حبس نافذه موقوف التنفيذ والغرامه ماليه حتى هي 2000 درهم. اتهامات ديال محمد الترك بالتحريض على الفساد، وهذا الشيء تبت البارح، يعني القضيه ديالها مربوحه 100% والطلاق ديالها اكيد دابا غادا تشدو بدون اي نزاع اخر. وقد تم الاتهام محمد الترك بالتحريض على الفساد، وتهمته الشابه وصال بالسرقه والتحريض على الفساد، بينما توبع المصور بتهمة التقاط الصور والفيديوهات لأشخاص داخل المكان الخاص ونشرها دون الموافقة ديالهم. اكيد راكم عارفين حتى هذا الشيء هذا هو كيتهم عليه القانون، خصوصا ان القانون الالكتروني حتى هو غادي يدخل في بعض المحتويات ديال التشهير والسب والقذف. فكما شفتوا التعليق ديال محمد الترك اللي هي الجوله الاولى سالات وضميري مرتاح، راكم عارفين اكيد اللي كيبغي يستعطف الناس، لان حنا هادشي تعودنا ليه، حيت شحال من حاجه كذب فيها وطلعت حقيقه، منهم الخلخال، منهم وصال، يعني بزاف ديال الحوايج. دابا اثبات تهم ديال الفساد والدعاره دليل على ان محمد الترك مازال غيزيد فيه ومازال غير كيكذب. بارك ما تبقى تستعطف، كفايه عليك انك دمرتي الاسره ديالك الاولى وزدتي حتى الثانيه ديال دنيا باطمه، وشتتي بناتك، ماشي الناس اللي شتهم لك انت، شتتي بناتك باش على انك واصل لهذا السن وهذا اللاج هذا وباقي كدير شي فعايل ديال المراهقين، راه حشومه، راه عيب. راه اش غادا تقول لولادك من بعد ما غادا يكبروا؟